يا عم الجو برد وانا بردان، والله ما انا قلع. البطايق الشخصية فيها حاجات كتير مش مفهومة ومش معروفة، وفي ناس بتسأل عنها وعايزة تفهمها، زي مثلا الرقم اللي بيبقى لوحده على جنب ده، ايه سره؟ وايه سر ان اول رقم من رقم البطاقة نفسه بيبقى مشترك عند كل الناس او معظمهم؟ وليه صورة البطاقة بتبقى ابيض واسود مع ان البطاقة كلها ملونة؟ وليه كلنا صورنا بتطلع وحشة في البطاقة؟ وليه البطاقة بتقعد معاك ال7 سنين اللي هم مدة سريان البطاقة زي ما هي ما بيحصلهاش حاجة وبتفضل سليمة وكأنها جديدة؟ في الفيديو ده هنجاوبك على كل الأسئلة دي، بس الأول اعمل لايك للفيديو ويلا نبدأ. عايزك بقى تصحى وتركز معايا قوي. ونبدأ بأول حاجة وهو الرقم اللي بيبقى على جنب لوحده ده تحت شعار النسر. الرقم ده سمعنا عنه كلام كتير وناس كتير اتكلمت عنه، بس كلام كله هبد وفي السقلنص. ناس تقولك الرقم ده معناه ان صاحب البطاقة ده مسجل خطر، وناس تقولك لا ده له علاقة بالشهادة بتاعتك او بالمهنة، وكلام كله عبيط وملوش اي اساس من الصحة. والحقيقة ان الرقم ده بيبقى رقم السجل المدني اللي البطاقة خارجة منه. انت بتتكلم جد؟ والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. يعني حاجة كده خاصة بالسجلات انت مالكش فيها. ونروح بقى لرقم البطاقة نفسه واللي هو أهم حاجة في البطاقة. الرقم ده مكون من 14 رقم. أول رقم من على الشمال ده رقم القرن اللي انت اتولدت فيه، يعني لو مولود قبل سنة 2000 هيبقى الرقم 2، أما لو مولود بعد 2000 هتلاقي الرقم 3، والست أرقام اللي بعده دول تاريخ ميلادك. أول رقمين بتوع السنة، والرقمين التانيين رقم الشهر، والرقمين اللي بعدهم رقم اليوم، والرقمين اللي بعدهم دول رقم محل الميلاد بتاعك في السجلات. يعني هتلاقي كل جيرانك او اصحابك او اللي موجودين معاك في المحافظة او البلد اللي انت منها هتلاقي الرقمين دول زي بعض بالظبط في بطاقتك وبطايقهم. اما بقى ال5 ارقام الاخرانيين فهم دول رقم بطاقتك الحقيقي اللي ما بيتكرروش ومفيش حد هيشاركك فيهم. عارف هو ده رقم البطاقة زي ما فنطتهولك بالظبط. يعني لو تعرف تاريخ ميلاد أي شخص وعارف هو اتولد فين وعايش فين تقدر تخمن أول 9 أرقام من بطاقته، بس مش هيفيدوك بحاجة لأن الأرقام دي بتبقى متكررة كتير وما بيعترفش بيها. اللي بيعترف بيه في رقم البطاقة زي ما قلت لك آخر 5 أرقام، هم دول رقم البطاقة. اما بقى البطاقة بتعيش معاك فترة طويلة ليه؟ او المدة بتاعتها كلها وبتفضل جديدة وسليمة زي ما تكون لسه معمولة امبارح. الخلاصة ان البطاقة دي مصنوعة من مادة البوليكربونات، ايوه اللي بيتعمل منه الموبايلات، والمادة دي عبارة عن بلاستيك مضغوط 10 مرات ومتعالج كده بشوية حاجات عشان يستحمل كل الظروف المحيطة بيه. يعني هتلاقيه مقاوم للمية وبيستحمل الحرارة وبيستحمل ظروف كتير قوي، وعشان كده غالية. والحقيقة اللي اختار المادة دي للبطايق بيفهم. ونروح بقى للحاجة اللي شاغلة ناس كتير وبتسأل عليها دايما، ليه الصورة أبيض وأسود مع إن البطاقة كلها ملونة؟ لو حد من المخبرين قفشك وقال لك وريني بطاقتك واتفرج على صورتك، يا اما يروح مديك على قفاك يا اما يحترمك ويقول لك خلينا في الفكر يا باشا. الحقيقة في أكتر من سبب، أهمهم إن الصورة مش مطبوعة، الصورة محفورة بالليزر. هتقولي طيب يا عم ما يطبعوها بس يخلوها ألوان يبقى شكلنا حلو فيها شوية. هقولك اتقل بس وأنا هقولك السبب وعشان تقتنع. أولا المكن اللي موجود عندهم بيحفر أبيض وأسود بس، ما بيحفرش ألوان. هتقولي طيب يا عم ليه ما بيجيبوش مكن الوان؟ هقولك عشان الخامه اللي بيحفروا عليها اللي هي البوليكربونات الانسب ليها انهم يحفروا ابيض واسود. هتقولي طيب ما يغيروا الخامه ويجيبوا لنا مكن الوان ويعملوا لنا صور نظيفه زي ما خلق ربنا. هقولك مفيش احسن ولا اقوى ولا انسب من الخامه دي. الخامه دي مش هتلاقي حاجه زيها تستحملنا. يا عمي احنا بنحط البطاقه في جيبنا اللي ورا من غير محفظه وبنقعد عليها، وبنغسل البطايق في البلاطيل، والبطايق بتتحط في الغسالات. والله احنا ما في حاجة هتستحملنا زي المادة دي. وثالثا بقى وده الاهم واللي اصلا الصور بتتحفر مش بتطبع عشانه، ان الحفر بالليزر صعب قوي او مستحيل يتزور او يتقلد او يتلعب فيه. يعني لو حد حاول يغير صورة بطاقة او يلعب فيها او يبدلها مش هيعرف وهيبوظ الصورة الاصلية. عايز اصور صوره بطاقه الشخصيه. اما بقى ليه صور البطايق بتطلع وحشة وكلنا بيبقى شبهنا غلط في البطايق؟ فده الحقيقة لسببين. اول سبب لسه قايل لك عليه، ان الصور بتبقى محفورة مش مطبوعة. والسبب التاني ده متعلق بينا احنا يا عم لما بنروح نتصور الواحد بيروح قاعد قدام الكاميرا ومكشر ومبرق للكاميرا وقاعد لامم نفسه كده وكاشش في نفسه، عشان ما هي صورة رسمية لازم ابقى كده، لازم ابقى مكشر.
منظرك كده ما ينفعش البطاقه الشخصيه. يا عم اضحك اضحك وفكها عشان ربنا يفكها عليك، الصورة هتطلع حلوة لو ضحكت. وفي الاخر يا صاحبي تعالى كده هقول لك حاجة بيني وبينك، مادام كملت معايا الفيديو لحد دلوقتي ووصلت معايا للنقطة دي من الفيديو يبقى الفيديو عجبك، وطالما الفيديو عجبك الطبيعي تعمل له لايك، باللايك ده بيدعمني انا عشان اكمل معاك، وبالمرة وانت بتعمل لايك اشترك في القناة لو مش مشترك وفعل الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا اللي جاية. تحياتي ونتقابل الفيديو الجاي، سلام عليكم.